ايمان العاصي، جايه تشتغلي ايه النهارده؟ جاي اشتغل ايه؟ عايزاني اشتغل ايه؟ بس انا عايزه اشتغل حاجات كتير. بس اكتر حاجه كان نفسي اشتغلها بس مش عايزه اتكلم عنها، يعني ست بيت. اوكي. يعني اشتغل ست بيت بس مش ستوته يعني. مش بروطه في البيت، لا مش قمطه لقمطه وقاعده في البيت. اللي هي يعني انا بشوف يعني ان الست اللي هي الام عامه مكانها في البيت بنسبه كبيره قوي بيبقى محتاجينها يعني. بس بما اني يعني مش هشتغل ست بيت معاكي النهارده. انا عايزه اقولك على حاجه، انت ممكن تبقي ست بيت وبتشتغلي جوه البيت حاجه انت بتحبيها. ما هو مشكله في مهنتنا احنا، بيتك ملهوش وقت كبير قوي. مم. بيبقى البيت بيتظلم قوي. مم. فبيبقى فيه تضحيات كتيرة قوي صعبة. فانا بالنسبة لي التضحيات دي غالية عليا، او فمش هقدر اضحي بيها يعني في حكاية ان انا ممكن اشتغل ست بيت. لكن ممكن حاجة تانية ممكن اشتغلها وانا في البيت، ان انا اكتب. انا بحب الكتاب قوي. نوع ايه من الكتابه بتحبي تكتبيه يا ايمان؟ آم، بصي انا اصلا اللي بكتبه عامة طول الوقت مع نفسي، بس بقالي فترة كبيرة قوي مش بكتب. خواطر، قصص قصيرة، حكايات ناس مثلا، بقوم بنسج حاجة كده وأقوم عاملة. مش تأليف سيناريو، حكايات. هل الكاتب او المؤلف القصص النهارده لازم يندمج في المجتمع عشان يقدر النهارده يختار قصص من الواقع؟ بصي لازم يندمج في المجتمع، ولازم هو كمان يكون عنده تجارب. مم. منها التجارب القاسية ومنها التجارب اللطيفة يعني. بس لازم تبقى تجارب شخصيه ولا تجارب من الناس اللي حواليه؟ تجاربه الشخصية دي بالصح جواه هو حاجات ما كانش عارفها. قوة، ضعف، منطقة حزن جواه. بتخرج منه كلام كتير قوي، بيلمس الناس. لان هو اصل انا بشوف انه مثلا عندك انت منطقة مثلا في جواكي حزن مثلا، قصة محدش عارفها غيرك عنك، عن حياتك انت الشخصية، محدش عارف في الماضي بتاعك بتاع. ده بيخرج حاجات جوه الناس، لان الناس كلها في الاخر الحاجات دي، المشاعر والاحاسيس الصغيرة دي بتبقى كلها واحد زي بعضها. بس يعني باختلاف التجارب طبعا، او باختلاف المشاكل، او باختلاف الحاجات الكويسه. فالكتابه بالنسبه لي، انا لما بقعد اكتب كده مع نفسي بفضل اكتب خواطر كتير قوي، عندك كراسات كتير قوي. كنت لسه هسألك، ما فكرتيش ان انتي تنشري الحاجات دي في مدونة مثلا او حاجة؟ لا خالص، عمري ما فكرت. ولو طبعا مش بحب يكون عندي قصص كتير في حياتي يعني، بس لو اتحطيت في موقف ده بيبقى غصب عني، او ظروف حصلت لي في حياتي بتبقى حاجه غصب عني. مش بحب اكتر حاجه بكرهها في مهنتي، في مهنه التمثيل، ان حياتك مشاعر. يعني اي حد ممكن يعرف اي مشكله عندك، حادثه، فرح، جواز، طلاق، بتاع، فبيبقى كل الناس عارف عنك كل ما حاجه. فيش برايفسي خالص. مفيش برايفسي خالص، وده اكتر حاجه انا بكرهها في مهنتي بصراحه يعني. ان حد الشهرة ليها تمن. مش شرط ان يبقى حياتك تمن، وحياه اهلك وحياه صحابك، لان بتبقى حاجه مؤذيه جدا. نقول هو ده السبب من الاسباب اللي انتي عايزة فيه تاخدي جنب كده وتقعدي في البيت وتقعدي تكتبي بس؟ حياة البيت حلوة قوي، ممكن تبقى مملة عند ناس، وممكن ناس يعني انا مثلا عندي اصحابي او اخواتي، ويا بختك بتروحي وبتيجي لا يعني انا بقول لهم يا بختكم انتوا. فكرة ان انا ابقى قاعدة في البيت بقى بعمل، انا بحب اعمل اكل قوي. بصي اكتر حاجة ما بحبش اعملها ان انا اغسل مواعين. بصراحة يعني اعمل اي حاجة في البيت الا ان اغسل مواعين واطبق دولاب، ما او ممكن بحبهمش. يبقى فيه ديش ووشر، يعني غسالة اطباق، ما مش مشكلة. ديش واشر خالص، هبقى اجيبها. آه، فالحاجة التانية ممكن أعملها وأنا في البيت وأنا ست بيت، إن أنا أبقى كاتبة. عايزة أبقى كاتبة وأعمل كتب. طب عايزة اسألك سؤال، ما انتي لو كنتي كاتبة برضو وقاعدة في البيت ده مش هيتعارض مع ده؟ يعني ما انتي برضو ممكن انتي تكتبي وتبقي قاعدة في البيت ويبقى شغلتك الوحيدة كاتبة. يبقى أنت كده عايزاني أعتزل الفن. ما احنا النهاردة احنا احنا بنبتدي صفحة معتزلين. جديدة، وبنبتدي ان احنا النهاردة نقول وظيفة تانية تماما غير الوظيفة الحالية. طب يبقى أنا هدمج يعني مهنتين مع بعض. طيب هبقى ست بيت وكاتبة. اه، ما يعني انت عايزة كل حاجة انت بتحبيها بمعنى اه صح. يعني اصل انا هنا بعمل، مش هيبقى فيه التضحيات اللي انا هضحيها. مم. هنا بعمل حاجه بحبها مم. بجانب حاجه بحبها، هيبقى دي فيها عيوبها ودي فيها عيوبها، ودي فيها مميزات ودي فيها مميزات. مميزات ايمان العاصي لو اشتغلت كاتبة، ايه اللي هيأهلها للوظيفة دي؟ يمكن مريت بظروف، بصرف النظر عن الظروف اللي الناس عارفاها، اللي هي بتفضل تتداول ما بين شخص لآخر، أنا ما اتكلمتش فيها عمري. يمكن شفت حاجات في حياتي، يمكن مريت بظروف، منها القاسية ومنها الحمد لله كويسة، وكنت طبعا الحمد لله على كل حاجة. أنا عندي برضو، أنا
يعني المجتمع، انا بالنسبه لي بنزل اي حته، بروح اي حته، مش ممثله يعني. صحابي من اي مكان وفي اي حته وبحب اعرف قصص ناس، وبحب اتعلم من مواقف الناس، بحب افهم، بحب اعرف كل حاجه يعني. فيمكن انا عندي معلومات كفايه يعني ان انا اقدر ان انا اكتب يعني. وايه الحاجات المعوقات اللي في شخصية ايمان العاصي اللي ممكن تقف بينها وبين الوظيفة دي؟ أه، معوقات، ما افتكرش ان في معوقات ان الواحد يقدر يكتب اي حاجه هو عايزها يعني. في شخصيتك؟ في شخصيتي، انا كتومه قوي، يعني في حاجات جوه قوي ما بحبش حد يعرفها او يطلع عليها. اخاف اكتب حاجه تطلع من جوايا غصب عني، تخصني، فتطلع كده مع المشاعر لما بتيجي تتحرك قوي فتبان. فده اكتر حاجه ممكن توقفني في ان انا اكتب. وايه الصفات اللي انت شايفاها من وجهة نظرك للكاتب او المؤلف الناجح؟ هل لازم يبقى مثقف؟ لما تيجي تكتبي عن يعني تيجي تكتبي عن الناس، او اصلا يعني بكلمك في حته اللي هي الناس، عارفه، المجتمع ومشاكل. انا مش عارفه ليه انا ماشيه في التراك ده، بس هو ده اللي انا عايزه اتكلم فيه. المشاكل واللي بيقع فيها الناس، الحاجات اللي كلها نكد. يمكن انا ما بحبش النكد قوي، بحب اهزر، بحب، انت وانا عارفه. شايفة ان انت مش نكدية خالص يا ايمان، انا مستعجباكي. لا انا بتغاضى، بس انا يمكن انا ممكن اكون هقول على نفسي ما اعرفش يعني، بس ما اعرفش، بس انا بحس ان انا بحس بالناس قوي يعني. انا باخد بالي من حاجات يعني اللي بتوجع يعني، بركز فيها قوي يعني، بحس طب بالناس. ما هم دي بيتهيألي دي من أهم الصفات اللي لازم يبقى الكاتب تبقى عنده، إنه يبقى حساس ويبقى فاهم مشاعر الناس كويس عشان يقدر يحطها على ورق. ما في كتاب برضو بيبقوا جامدين يعني. المواقف الصعبة اللي بتمر على الناس بتبقى بالنسبة لهم لا عادي يعني، خليكوا جامدين عادي. لا، لازم يبقى عنده مشاعر، وحساس جدا جدا جدا، وبيتأثر بمشاكل الناس، وعشان يبقى كاتب ناجح في المنطقة اللي بتكلم فيها. احنا دلوقتي الوظيفة هي موجودة، بس تفتكري انت ممكن تاخديها بسهولة بعد الانترفيو ده، ولا في حاجة انت نفسك تقوليها لي عشان تديني كده بوش ان انا اوافق عليكي في الوظيفة دي؟ ابوس ايدك لازم توافقي. انا اديني اخر مهنه ممكن امتهن، طب اعمل ايه؟ هبقى ستوته. لا هنخسر كاتبة جامدة جدا لو انت قعدتي في البيت. لا لا لا، هكتب، ما تقلقيش، هكتب كويس كمان. الحاجه الوحيده اللي بصي، انا عندي مشكله، ما بعرفش لما باجي ابتدي اكتب، بكتب بعدين اقف مره واحده، بيحصل لي حاجه كده مش بعرف اكمل. بتزهقي؟ لا، لو حاجه فصلتني بتفصل يعني. لو حصل حاجه، موقف بتاع، مش بسترسل زي ناس كتير بتقدر تسترسل وتفصل عن العالم، مش بعرف افصل بقى عن العالم. لازم اكون جوه الحدث بجد. انا محتاجه ان انا افضي دماغي مش فاضيه. احنا هنخلق لك الجو المناسب وهنحطك في صومعة كده انتي تقدري انك انتي تشتغلي فيها لوحدك وعشان تبدعي. طيب في حاجة انتي كنت عايزاني اسألها لك ما سألتها لكيش؟ لا، نوع الكتاب من الحاجات اللي عايزه اكتب عنها مثلا انتي قلتي مجتمع، مشاكل مجتمع المجتمع. وماما والطفل وحاجات كتير ليها علاقة انا شايفاكي كوميدي مش عارفة ليه. انا ما اعرفش يعني، ما اعرفش، انا مش شايفة نفسي كوميديانة خالص. انا لقيت ناس كتير بيقولوا انا كوميديانة، وانا شايفة انا دمي تقيل. اصل كوميديا الموقف مش لازم يعني تعملي حاجة انا مش تضحك، بس بعرف هو اعمل كوميديا كده الموقف. يعني. عمري ما اعرف اقول نكتة على فكرة. لو في نكتة بتضحك الناس كلها، لو جيت قلتها الناس هتتصدم وهتقفل مني. انا مش كوميديانة خالص، بس انا ممكن اكون بقدر اتغاضى المشاكل وبقدر اعديها وكأنها ما حصلتش عشان اقدر اعيش. ما عنديش يأس قوي يعني، الحمد لله. في حاجة كنت عايزاني اقولها او انتي عايزة تقولي حاجة لمستمعين راديو 90 90؟ لا، انا بس عايزه اقول للمستمعين راديو 90 90 كل سنه وانتم طيبين. وانا مبسوطه بالانترفيو ده معاكي قوي همسة ايمان. وانت صاحبتي طبعا على المستوى الشخصي، طبعا انسانه جميله قوي، ويا ريت اكون ضيفه خفيفه على مستمعين 90 90 عشان انا كمان بحب المحطه دي قوي. شرفتيني جدا يا ايمان، وانا سعيدة باللقاء ده اكتر منك، ورمضان كريم. حبيبتي، الله اكرم، وربنا يكرمك يا رب يا همسة ان شاء الله.